كمان عايزة أنوه. يمكن دكتور توفيق اتكلم امبارح في ان النهاردة هتكون آخر حلقة من حلقات برنامج مصر اليوم، وإننا من السبت القادم إن شاء الله سننقطع عن تقديم برنامج مصر اليوم بسبب احتجاجنا. احتجاجنا على إيه؟ تابعوا معايا لقائي مع الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة وهو هيرد على السؤال ده، لأنه بالفعل الرد صعب جدا، وأتمنى أن حضراتكم تستوعبوه. يمكن بالأمس كان اللقاء الذي أطلق عليه كل المواطنين في الوطن العربي وليس في مصر فقط لقاء السحاب. كان هذا اللقاء بين أبرز شخصية سياسية على الساحة العربية وهو الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة، ومعه أحد أهم فرسان الحق صاحب الكلمة التي تسبب له الكثير من المشاكل، وهو المستشار مرتضى منصور المرشح لرئاسة الجمهورية. حيث تابع هذه الحلقة بعد أن قمنا بمتابعة كثافة المشاهدة على القناة 200 مليون مشاهد. وهذه الحلقة أعادت لنا ذكريات الماضي عندما كان العرب من المحيط إلى الخليج ينتظرون الحفلة الشهرية لسيدة الغناء العربي أم كلثوم. ولقد علمت من مصادري أن هذه الحلقة تابعها أعضاء المجلس العسكري الحاكم للبلاد، كما تابعها أيضا عدد من ملوك ورؤساء الدول العربية. وبصراحة أدهشني متابعة ملوك ورؤساء الدول العربية لهذه الحلقة، كما تابعها أيضا باهتمام شديد حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا اللقاء والذي استحق بالفعل ما قاله عنه المراقبين بأنه لقاء السحاب بين أجرأ إعلامي عرف الوطن العربي وبين أحد أهم فرسان الحق، وهما أستاذي ومعلمي الدكتور توفيق عكاشة والسيد المستشار مرتضى منصور. وبالرغم من أن مصر بأسرها كانت تتابع هذا اللقاء، إلا أني كلفت من رئيس القناة بعمل تحليل للحلقة، فاكتشفت أن أبي الروحي الدكتور توفيق عكاشة كان حذرا في أطروحاته على المستشار مرتضى منصور. كما لاحظت أيضا أن المستشار مرتضى منصور كان حذرا شديدا في لقائه مع الدكتور توفيق عكاشة بالأمس. وأرجعت هذا الحذر إلى جرأة الاثنين. مرتضى منصور قادما إلى قناة الفراعين وهو يعلم أنها قناة جريئة قادت الرأي العام في مصر للحق وإلى ما فيه خير مصر وخير الشعب المصري، وأن المساحة ستفرد له في الحوار بكل حرية. لا يوجد لديه خطوط حمراء من أجل كلمة الحق. فخرج اللقاء يحمل حذرا شديدا من كلا الطرفين، حيث أن كل معارضي المستشار مرتضى منصور كانوا يتابعون هذا اللقاء متربصين به. كذلك كل معارضين الدكتور توفيق عكاشة كانوا أيضا يتابعون هذا اللقاء متربصين به أيضا.